يا ترى ايه اهم حاجة لرائد الاعمال؟ هل انه يكون معاه فلوس اكتر؟ هل ان هو يكون معاه فريق عمل قوي؟ هل ان هو يكون معاه فكرة خارج الصندوق؟ ولا ايه بالظبط؟ اكيد كل اللي انا قلته مهم جدا جدا لنجاح اي مشروع، ولكن اهمهم على الاطلاق هي مهارة ادارة الذات او مهارة الانضباط. طيب ايه اللي بيخلينا يعني مش عارفين ننضبط ومش عارفين نستمر ومش عارفين انتاجيتنا تبقى عالية؟ لاني ببساطة انت عندك عادات سيئة بقالها سنين معاك، واخدة وضعها واخدة قوتها ومثبتة أقدامها جواك. فأنت محتاج مور باور علشان تتخلص من العادات دي وتبني عادات جديدة تساعدك في الإنتاجية والاستمرارية، وتساعدك في إن يكون ليك عادة الانضباط. الحقيقة مشكلة الناس ان هم دايما مركزين على النتائج، واول ما بيفكروا يبدأوا حاجة بيفكروا ازاي يعملوا الاكشن ده. بس الاكشن ده اللي هو الانتاجية او البيزنس بيبقى قبليه اعدادات وحاجات كتير جدا بتحصل جواك، وصراع داخلي رهيب بينهكك، بيخليك ما عندكش طاقة انك تخرج النتائج دي ويبتدي الاكشن يظهر للنور. فتعالى نشوف ايه اللي بيحصل داخل رائد الاعمال، وايه الرحلة اللي بيبقى جو بتشتغل معاه من اول ما بيفكر يبدأ المشروع لحد ما يوصل لنجاح المشروع، وايه دورك في كل مرحلة. تعالى نشوف. الحقيقة رائد الأعمال علشان مشروعه ينجح ويطلع للنور ويستقبل فعلا ثمار قيمة بيمر بمراحل كتيرة وصراعات عنيفة داخليا. دورك ايه انت بقى؟ دورك انك تفهمها وتعرف ازاي تواجهها. اول حاجة انت بتواجهها والعدو الداخلي اللي بيتواجهه هو الافراط في التفكير. لما بيبقى شايف ان كل الظروف اللي قصادك بتقولك انت محتاج تبدأ مشروع، انت محتاج تخصص مشروعك الخاص، المستقبل والاحلام في ان يبقى انت عندك البيزنس الخاص بيك، ما تطولش الفترة دي. لان في ناس للأسف، في ناس مش بتتسحل بس بالشهور، دي بتتسحل بسنين. يقولك اه انا فكرت افتح المشروع من 10 سنين. لا، لازم تدي نفسك وقت، شهر شهرين ثلاثة بالكتير وتحسم الأمر. إن أكتر من كده اعرف إن أنت تحت خدعة نفسية، والعقل مش عايزك تدخل في مشروع جديد أو في أي تجربة جديدة. لأني ببساطة شديدة المفاجأة اللي لازم تعرفها إن عقلنا مش مصمم لإنجاحك. العقل البشري مش معمول علشان يساعدك إنك تنجح. ايوه، العقل البشري معمول علشان يوفر طاقة، علشان هو محتاج الطاقة دي في حاجات تانية زي الأعضاء الداخلية للجسم. هو محتاج الطاقة دي يوفرها في إنه يشغل القلب والرئة والأعضاء الداخلية. وكمان بيحميك مش بس من الخطر البدني على حياتك، ولكن بيحميك كمان من الخطر النفسي. هو عارف ان انت لو دخلت تجربة جديدة انك تفتح مشروع، ده معناه ان انت ممكن تتعرض لإحساس الفشل او إحساس الهزيمة. فبيقولك طب علينا بإيه من ده بإيه؟ ما احنا نقعد واحنا خلينا في الحاجات اللي احنا نعرفها، مش محتاجين نخرج برا الكومفورت زون اللي عارفينه وعارفين اوله من اخره، ونروح نجرب حاجات جديدة ما نعرفهاش ونتعلم حاجات جديدة ما سمعناش عنها. فعقلك طول الوقت بيشتغل ضدك مش معاك. ولكن ادراكك ووعيك يخليك تفهم ان دي خدعة نفسية، وانه من مصلحتك ومن مصلحة عقلك انه يبدأ فعلا ياخد خطوات حقيقية ويبني مشروعه الخاص. لان اي مرحلة تعلم بيبقى فيها
مجهود وفيها وقت وفيها آه، مخاطر. فمهم ان انت يعني تحسم الامر وبسرعة، ما تخلوش يطول زيادة عن اللزوم. تاني حاجة، بعد ما قررت ان انت خلاص هتفتح مشروع وجات لك الفكرة، بيجيلك 3-4 افكار. طب انا هفتح محل، ولا اشتغل في التجارة الالكترونية، ولا انا فاشن ديزاينر عشان في ناس بتقولي لازم اشتغل بالباشن بتاعي، ولا ايه بالظبط؟ ويبتدي شوية يدخل في حيلة تانية، العقل يدخله في حيلة تانية، اللي هو لا انا ابقى فاشن ديزاينر، لا ما بقتش تاكل عيش دلوقتي، خليني ابقى مهندس ديكور، لا مش عارف ايه. ففي الاخر هو يمشي خطوة هنا ويسيبها ويروح خطوة تانية. لكن في مقولة بتقول: من يطارد أرنبين لا يصطاد شيئا. برضو لازم تدي وقت تحسم القضية دي. انت مش هتقعد في حتة التردد دي كتير، وإلا انت بتهلك وتستنزف طاقة على الفاضي. فكر في مجال واحد ومنتج واحد، وابتدي اعمل المينيمم فايبل برودكت، المنتج المبدئي اللي هتقيس عليه اذا كان ده هينجح ولا لا، وبعدين كمل الخطوات بتاعة البيزنس. تالت حاجة بقى، خلاص هو قرر يبقى فاشن ديزاينر خلاص، وعمل المينيمم فايبل برودكت والحمد لله الفيدباك حلو قوي. يبتدي بعد كده تيجي مشاعر تانية تهجم عليه، ألا وهي الخوف. خوف من ايه؟ اخوف ان انا انفست فلوس في المشروع وامشي سكة طويلة وفي الاخر افشل. so what؟ لو فشلت يبقى معناه ان انت اتعلمت حاجة مستحيل كنت هتتعلمها وانت واقف بعيد عن القصة دي. ولو ما اتعلمتش ونجحت فدي حاجة كويسة جدا. احيانا كتير بيكون الخوف مش من الفشل، ودي انا شخصيا يعني وقعت فخ فيها. احيانا بيكون خوف من النجاح، لان النجاح معناه انضباط، معناه مسؤولية، معناه استمرارية، معناه ان انت لازم تبقى بتحافظ على المكاسب اللي انت حققتها. فناس كتير انا بلاقيها خصوصا في الاستشارات: انتي بتعملي ايه دلوقتي؟ انا اخدت الكورس الفلاني، بس انا مش عايزه ابدا دلوقتي غير لما اخلص الكورس العلاني والترتاني واروح اتدرب في مش عارف ايه، واخد الماستر مش عارف فين. كل دي خدع نفسيه علشان I'm not ready now. I'm not ready now. هي القصه ببساطه اني انا خايف انجح، خايف اشوف نفسي وانا ناجح، واحس ان انا كده دخلت في مرحلة ان انا لازم ابقى منضبط وحافظ على النجاح ده وحافظ على المكاسب دي. اوكي. ف لازم تفهم الخوف ده وتعرف تديره صح، وتعرف انت يا ترى انت بتذاكر فعلا عشان انت محتاج ده، ولا دي خدعة نفسية علشان تخلي خطوة ان انت تبدأ بالفعل مؤجلة. فانت محافظ على الكومفورت زون بتاعك ومحافظ على الطاقة وبعيد تماما عن الأذية، فانت محمي بفكر العقل او بتصميم العقل. فنيجي بعد كده جمعت شجاعتك وخدت الخطوة الأولى. ايه بقى اللي بيبدأ معانا؟ الخطوة الأولى كأنك عارف انت طالع بصاروخ عكس الجاذبية، المقاومة بتبقى شديدة جدا جدا. في الوقت ده انت محتاج more power، قوة شديدة جدا علشان تكسر الثبات اللي انت كنت فيه قبل كده. طب حلها ايه؟ حلها انك تخلي البدايات بسيطة وسهلة. يعني مثلا ما تقولش انا هبدأ واعمل 10 منتجات في الشهر، لا، ابدأ واعمل منتجين حلوين جدا، ولما تبيعهم تبقى تكبر، وسنة سنة انت لسه ستارت اب.
بتست السوق وبتست كمان رأي العملاء، وبتشوف الناس محتاجة ايه اكتر، وتسمع آراء العملاء واعتراضات العملاء وتوقعات العملاء ومخاوف العملاء. بتبتدي تجمع خبرة، بس مش بتستنزف فيها فلوس، لا انت بتطلع الكاشات بحساب وبفهم، لانك بادئ بداية بسيطة ومتواضعة، وكل خطوة انت بتعملها بثبات، بس انت كسرت حاجز البداية. و50% من البداية هو كسر حاجز البداية، يعني البداية نصف العمل زي ما بيقول. اوكي، عملت اول خطوة وانتجت منتجين، او فكرت في فكرة لو انت لايف كوتش او انت هيلث كوتش او ترينر. بقى احنا دخلنا في مرحلة ليفل الوحش، التسويق. التسويق بقى يعني اظهر بوشي، التسويق يعني اكلم الناس، التسويق يعني اكون عندي علاقات مع الكلاينت، فتظهر بقى مشاعر جديدة كنتش واخد بالي منها. عديت بالخوف وعديت بالتردد والتفكير و دلوقتي بتظهر حاجة جديدة، الخجل. لا والله انا ما اقدرش اطلع بوشي، لا والله انا بتكسف قدام الناس، لا انا بتكسف ابيع. البيع ده حاجة مخجلة جدا، وما ينفعش ان انا اقف قدام الناس ولا اقول لهم تعالوا اشتروا. كل ده كلام اوهام وملهاش اي اساس من الصحة. انت طول الوقت بتبيع فكرتك، بتبيع آم، انك انت لو انت موظف بتبيع مجهودك، لو انت مع ولادك بتبيع اقناع. انت طول الوقت بتبيع من غير ما تحس. كون ان انت هتاخد مقابل مادي قصاد اللي انت بتبيعه، هذا لا يعني لا داعي ابدا للخجل. هو القصة جاية منين؟ جاية من ان انت اكيد قابلت يعني بياعين زمان، فكانوا طف، او حسيت ان هم نصابين، او هم عايزين ياخدوا فلوسك وخلاص. فمش حابب تكون في هذه الصورة. ولكن الفرق بينك وبينهم ان انت حد عارف المنتج بتاعك بيحل مشكلة كبيرة جدا، وعارف ان انت هتعمل تحول في حياة العميل، فبقلب جامد بتشتغل. كان عندي كلاينت خدت معايا كورس او مبادرة 30 في 30، اللي بنعلم فيها الناس ازاي يكبروا على صفحتهم على الانستجرام من غير ما يدفعوا فلوس. وكانت هي كاتبة جميلة، كانت بتخجل ان هي تظهر بوشها وتكلم الناس، لانه عارفين الريلز من يعني بيدعم لما حد يظهر بوشه. فقلت لها فكانت الصفحة بتاعتها تعبانة جدا وبتنمو ببطء شديد جدا، لكن انا قلت لها لازم تكسري الحاجز الخجل ده وتطلعي بوشك. والمفاجأة ان هي اول ما سمعت كلامي، اول ريل جابت فيه 15,000 فيوز، تاني ريل طلع بومينج جدا، عدت 300,000، وعلى التيك توك بقت صفحتها ما شاء الله معدية 50,000. ليه؟ لان هي كسرت حاجز الخجل. وطبعا النجاح ده تركيبة كبيرة جدا، من يعني من ضمنها ان هي تطلع بوشها، لكن الخوارزميات بتاعه الانستجرام بندرسها مع بعض، ايه اللي بيشغلها، هي بتشتغل كلها مع بعض علشان تديك النتائج دي. اوكي، فالخجل والتسويق لازم تبقى ده العدو الخامس اللي لازم تهزمه. بعد كده بقى بتواجهك مشكلة تانية، اللي هي إدارة الفلوس والاستمرارية في النشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وإنك تبقى مستمر في التسويق. وهنا بتظهر مشاكل جديدة. دي ببساطة الرحلة حاولت يعني ألخصها لكم، إن أنت في كل مرحلة من المراحل بيظهر عدو عليك إنك تعرف
هو بيشتغل ازاي واشتغل كده ليه، وتهزمه بالتدريب وكمان بخطوات بسيطة. مع كل الأعداء دي وانت بتقابل في كل مرحلة عدو وتهزمه وتكمل، في عدو تاني اسمه الكسل والتسويف ماشي معانا في كل مراحل دي بلا، وكمان البرفكشنست معانا في كل الليلة دي. ليه؟ لاني انت كرائد اعمال مطلوب منك ادوار كتيرة جدا. انت مطلوب منك تعمل البيزنس بلان، وانت مطلوب منك تنفذ المنتج وتعمل له باكج كويس، وكمان تكلم موردين، وانت مطلوب منك ان انت تعمل ماركتنج بلان وتكتب محتوى وتعمل ريلز وتعمل بوستس وتعمل خطة تسويقية وتتعلم مبيعات وتشوف ازاي هتوصل المنتج ولما العميل يرجع المنتج، وده وضع طبيعي في حاجات بترجع. فانت المسؤول عن كل تفصيلة في البيزنس. فعلشان الادوار دي كتيرة جدا، فانت خلاص بتقول لا كفاية، او العقل بتاعك بيقولك لا كفاية، انا ما عنديش طاقة اعمل كل ده، وده طبيعي. فالموضوع محتاج تنظيم وترتيب، او انك تشوف ناس يا فريلانسر يساعدوك لو انت مش هتقدر تتعلم الحاجات دي وتعملها بنفسك، او تشوف شركة هي اللي تقوم بكل الاعمال دي. وهنتكلم مع بعض في اخر الفيديو على ازاي ممكن انت تنسق بين الادوار دي كلها. عملت شغلك كويس جدا، يبقى دلوقتي آن الأوان انك تحتفل بالنجاح والسعادة والفخر. طيب، مشكلة الإنتاجية في ايه؟ ليه معظم الناس انتاجيتهم ضعيفة؟ الحقيقة زي ما احنا قلنا ان احيانا بتبقى الادوار كتيرة جدا على حجم الوقت والمجهود والطاقة الصغيرة اللي عندي، ده احد الاسباب. والسبب التاني في العموم الناس انتاجيتها ضعيفة لانه في فارق غريب وعجيب وهنفهمه مع بعض دلوقتي، ان العادات الجيدة المكافأة بتاعتها مؤجلة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت لو انت عايز تعمل عضلات ويبقى صحتك كويسة، فانت في الوقت الحالي بتتألم، انت بتلعب رياضة فجسمك حاسس بألم وحاسس بضغط، لان العضلات عشان تتبني لازم تتكسر وترجع تتبني تاني. انت بتاكلي اكل صحي، ممكن يكون علشان تعملي الاكل الصحي محتاجة كل يوم تدخلي المطبخ، ومحتاجة كل يوم تشوفي هتاكلي ايه والسعرات والكلام ده، وما بتعيشيش بعشوائية، لا لازم يبقى في نظام وفي ترتيب. طب كل ده انت مزنوقة ودايرة في حتة انك مش مبسوطة، انت ضايع منك حاجة، على عكس تماما العادات السيئة. العادات السيئة بسيطة مش معقدة، المكافآت بتاعتها فورية. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي العادة السيئة بتاعتي اني اتفرج على السوشيال ميديا، فالمكافأة فورية. العادة بتاعتي اني العب جيمز، المكافأة فورية. حتى يعني الشركات بتاعت الجيمز هي فاهمة كويس قوي الناس عقلها بيفكر ازاي، والصراع كله على الدوبامين. فيدوب انت تجمع كام لون كده احمر جنب بعض في كاندي كراش او الحاجات دي، وروح يقولك هي انت فزت، انت عملت عمل عظيم، فانت بقى ايه تنبسط والدوبامين يفرز، حس ان انت عملت عمل عظيم. من هنا جات المشكلة، ان العادات السيئة سهلة تتعمل والمكافآت بتاعتها سريعة وبتشوفها دلوقتي، البليجر ناو، البين، لكن البين والتمن هتدفعه في المستقبل. على عكس العادات الجيدة، البين دلوقتي انت بتتألم وانت بتلعب رياضة، انت بتتألم وانت بتقرأ، ولكن المكافأة
بعدين. الحياة للأسف هي عبارة عن ألم مؤجل وألم اختياري. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت لو انت قررت ان انت تنبسط دلوقتي، تتفرج على موفي في نتفليكس، تخرج مع اصحابك، تشرب الكحول، تشرب سجاير، كل دي هتبقى انت مبسوط بيها والمكافآت شغالة تمام التمام. ولكن بعد كده هتدفع الثمن، والثمن هيكون غالي جدا، وألم في المستقبل مستنيك. على عكس العادات الجيدة، انت بتتألم دلوقتي، مش مبسوط من اللي انت بتعمله دلوقتي، تلعب رياضة وانت تعبان ومنهك ولكن المكافأة هتبقى عظيمة بعدين، لانك انت اوريدي التمن دفعته. فتدفع التمن دلوقتي بمزاجك، ألم اختياري، يا تدفع التمن بعدين، ألم إجباري في المستقبل. وعليك أن تختار. هي للأسف اللعبة كده. تعال نشوف ايه الدوافع بتاعة الإنسان، أو أقوى دافعين هي اللي لو فكرت كده في كل حياتك وإنجازاتك اللي فات هتلاقيها هي محصورة بين الحاجتين، بين الألم والمتعة، بين البين والهابينس أو البين والجوي، whatever اسمها ايه. اوكي. طب أيهما أقوى، وأيهما اللي بيخلينا نتحرك بسرعة، وإزاي إحنا ممكن نفهم الموضوع ده ونستغله صح؟ علشان نفهم القصة دي تعالى أحكي لك على situation كده وتقولي رأيك فيها إيه. لو تخيلت نفسك أنت فوق عمارة 14 دور، والناحية التانية برضو عمارة 14 دور، ولكن في واحد واقف بيقولك عارف انت لو عديت الجسر ده، وهو جسر خشبي بسيط زي ما احنا شايفين في الصورة، هديك $1,000,000. لأي مدى انت ممكن فعلا تفكر في العرض ده وتاخد المغامرة وتعدي الجسر؟ غالبا هترفض بالرغم الإغراء قوي جدا. ولكن العمر مش بعزقة، الجسر ده ممكن يشيل وزنك وممكن ما يشيلش وزنك، وبرضو انت فوق 14 دور، يعني اي خطأ تمنه حياتك، فالموضوع مش سهل خالص. طب لو نفس السيتويشن ده بس الناحية التانية مش راجل ومعاه فلوس، بنتك او ابنك، وبعد الشر يعني في نيران حواليهم، ممكن جدا في اي ثانية يلتهمهم. وقتها انت هتتصرف ازاي وانت واقف الناحية التانية وشايف ولادك او شايف ابنك ممكن النار دي تلتهمه في اي وقت؟ غالبا انت مش هتتردد كتير انك تعدي الجسر ده وتنقذ ابنك، حتى لو كان فيها مغامرة قوية وانت ممكن تخسر حياتك، لانه غالبا حياة ابنك هتبقى اغلى من حياتك، فمش هتتردد كتير. اللي انا عايزه اقوله من القصه دي ان دافع البين اقوى بكتير من دافع السعاده والتحفيز والهابينس. وكل ما يكون البين ده، يعني انت ما تفكرش ابدا تروح لدكتور السنان غير ما يكون خلاص السنه دي خلاص وجعاك، ولكن ممكن مثلا تأجل مرة أو اتنين أو تلاتة عشان تعمل سمايل هالوود، يعني حسب برضو الثقافات. البين لما بيبقى قوي بيحركنا بسرعة، يعني زي ما بتلمس حاجة سخنة كده على طول بيبقى فيه رد فعل. لكن الهابنس علشان شعور مؤجل، مش العقل مش بيشوفه ناو، فبيبقى مش دايما بيبقى حافز. طيب لما هو الموضوع كده، المشكلة فين؟ المشكلة ان في اغلب الاوقات احنا بنعرف نتكيف مع الالم. يعني مثلا ناس كتير نفسها تخس، ولكن بتتكيف مع السمنة ومشاكل السمنة وهكذا. ناس كتير نفسها تعمل فلوس، ناس كتير نفسها تتخلص من المدير الرخم ومن مواعيد الشغل الصعبة والإنهاك في العمل، والمفروض تبدأ البيزنس بتاعها. اول ما بيبقى فيه مشكلة على طول بيفكر طب ما اعمل البيزنس الخاص بتاعي. طب المشكلة هديت والمدير خلاص ما بقاش يرخم عليك، او يوم بيرخم و10 لا. فانت بتتكيف مع الألم وبتنسى
اللي 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 انك لازم تتحرك. طيب، نعمل ايه؟ لازم تبقى انت فاهم كويس قوي ومدرك ان تأجيل الحلم ده ألم مؤجل، لان انك انت تعمل الحاجة وتفشل، الألم بتاعها أهون بكتير من ألم الندم. انك كان المفروض تبدأ من سنة سنتين وما بدأتش، وانك انت عشان ما بدأتش تركب عليها مشاكل اكبر واكبر. فلازم انت يبقى عندك awareness، وتعرف ان ربنا بيبعت لك الألم ده او المشكلة دي علشان بيقولك كلمة واحدة، مسج واحدة: ليس من هذا الطريق. اتحرك، move، keep moving، غير اتجاهك كل يوم. فكر انت واقف فين وعايز تروح فين. وعشان كده بنقول ان احنا كل السعادة المؤجلة دي احنا مش هنشوفها، فلازم كل انجاز صغير انت تحتفل بيه وتحس ان انت انجزت، علشان الدوبامين رش يفرز في جسمك، فانت تحس ان انت سعيد. وده اللي بيعمله الناس اللي بتعمل الجيمز. بيبقى خطوة بسيطة جدا بتعمل لك هيصة ونجاح وكأنك كسرت الدنيا، وانت بتنبسط. انت بتنبسط عشان العقل بيسعد بالإنجازات، بيسعد ان هو قابل تحدي وتخطاه. فيبقى الخلاصة ان انا ادرك ان انا الحياة دايما متغيرة، اما ان تتطور او تتدهور. كل قرار انت بتاخده النهاردة هيترتب عليه نتيجة بكرة، يا اما تسعدك او تتعسك. الحاجة التانية ان انت كل الخطة طويلة المدى قسمها لخطط صغيرة وانجازات صغيرة، واحتفل بيها علشان ما تحسش ان المكافأة هتبقى في اخر الطريق، فالعقل مش هيشوفها ومش هيحس ان هي حاجة تستحق. علشان كده لما تستغل أقوى دافعين في رحلة التغيير دي، حتما هتوصل البين والهابنس. طب قد يبدو للبعض ان الكلام فيه تناقض. يعني انتي قلت لنا يا امال انتي العادات السيئة الواحد بيروح لها علشان الدوبامين والسعادة بتبقى لحظية، فده بليجر. وقلت لنا كمان ان البين بيخلي الانسان يتحرك بسرعة. الحقيقة مفيش اي تناقض، ان الانسان اللي بيحركه يا اما بين قوي يا اما سعادة قوية وحاجة ممتعة جدا هتغير حياته. الاتنين صح، ولكن دورك انت، وهنعرفه كمان شوية، انك تقوي الدوافع دي. بس قبل ما نقول مع بعض ازاي نقوي الدوافع دي، لان الانسان بيتحرك من بين لبليجر، ايا كان البين ده خوف، غضب، قلق، خجل، كل دي تحت امبريلة بين. وايا كان البليجر، سعادة، فخر، نجاح، علاقات، ايا كان كل دي تحت بند بليجر. مهم ان انت تدرك ايه اكتر حاجة بتحركك وايه المناسبة ليك، وهنشوف مع بعض كمان شوية ازاي نقوي الدوافع بتاعتنا. ولكن قبل ما ندخل في الاكشن بلان ونشوف احنا هنعمل ايه وازاي نحرك نغذي الجدر بتاع الموتيفيشن والانضباط اللي هيخلينا نتحرك، تعال نشوف مع بعض ايه الاخطاء اللي معظم الناس بتعملها لما بتيجي تحط هدف او تبني البيزنس بتاعها. رقم واحد ان هي مش بتكتب الاهداف بتاعتها. رقم اتنين ان هي مش بتحط وقت باليوم والساعة هيبدأ امتى وينتهي امتى. رقم تلاتة ان هي مش بتبقى محددة البيئة اللي هتشتغل فيها، هتعمل ده فين. رقم اربعة ان هي بتبقى ما عندهاش ريفرنس او حد يراجع عليها، او هي تراجع هل هي
نفذت الخطوة دي ولا ما نفذتهاش؟ طب نفذتها ليه؟ ايه اللي خلاها تتحرك؟ طب ما نفذتهاش ليه؟ آه مهم جدا ان انت تعمل ريفلكت للي انت عملته. في نظام المدرسة كلنا كنا بنذاكر وبنتحرك، يا اما خوف من ان احنا ندخل الامتحان نعرفش نحل، في ناس كتيرة كده، او لا انا عايز ابقى الاول. ومع اني برضو الشخص اللي بيبقى عايز يطلع الاول هو اتعود على مستوى معين من النجاح، فخايف يقل عنه، فبرضو محصور بين البين والبليجر. نظام المدرسة بصرف النظر عن المناهج، انا طبعا بتكلمش عن المناهج بتاعت مصر، انا بتكلم in general. نظام المدرسة هو افضل نظام يخليك تنتج، مع الفارق في الطريقة في شوية تفاصيل كده. ولكن ايه اللي حاصل في المدرسة بتحدد لك وقت انت هتمتحن فيه، ووقت انت هتذاكر الكمية دي محددة، يعني كمية محددة، وفي الاخر هتديك امتحان عشان تتأكد انت انجزت اللي كان مطلوب منك، وكمان هتاخد مكافأة لو انت انجزته بتفوق. وحاجة ثانية، المدرسة كمان بيبقى فيه مدرس بيتابع معاك مستواك، في الحقيقة لو انت عايز تنزل وزنك مش هتقدر تعمل كده لوحدك غير لما يكون معاك هيلث كوتش. مش لو انت عايز تبدأ البيزنس هيبقى فيه نتائج احسن بكتير لو انت معاك بيزنس كوتش. لازم يكون في حد عنده خبرة سابقاك بيعدل على البلان بتاعتك او بيديك طرق افضل من اللي انت ماشي فيها، فوقتها هتمشي بشكل افضل. فدي من الاخطاء اللي الناس كتير بتقع فيها لما بتيجي تحط الخطوات بتاعتها. فنرجع ونشوف المدرسة كانت عاملة ايه، لان نظام المدارس ده هو لولا ما في مدرسة وفي ديدلاين وفي حاجات منظمة وخطوات واضحة ومنظمة، لولا ما احنا ذاكرنا ونجحنا وانجزنا، بصرف النظر عن طبعا ان في نواقص كتير مش وقتها ان احنا نتكلم فيها. فتعالوا نشوف مع بعض بقى، احنا فهمنا احنا ايه اللي بيحصل جوانا، وعرفنا ان احنا بنتحرك بالبين والبليجر، ازاي بقى ناخد اكشن بلان. طيب، بداية اي تغيير هو ان انت تقعد مع نفسك، تجيب مج النسكافيه الجميل او القهوة او المشروب المفضل ليك، تقعد في مكان هادي، تفتح سوفت ميوزك وتفكر هو انت ليه محتاج تبدأ البيزنس. فهتطلع مجموعة من الإجابات، وأرجوك حاول تطلع أكتر من 20 إجابة. يعني مثلا أنا عايز أبدأ البيزنس بتاعي علشان مش بحب أروح الشغل كل يوم بالمواصلات بالمواعيد بالقصة دي، ده بين. خلاص، انا عايز ابدا البيزنس بتاعي علشان ما اضطرش اتداين، او ما اضطرش كل اخر شهر ابقى قاعد على اعصابي المرتب هيكفي ولا مش هيكفي، ده بين. انا عايز ابدا البيزنس بتاعي علشان نفسي ولادي يتعلموا احسن ويبقوا مبسوطين بحياتهم وفخورين بباباهم، ده بليجر. هتلاقي 20 اجابة، اكتب جنبها كل يعني هل دي تحت بند بين ولا تحت بند بليجر، وارجع تاني اقراهم وشوف بنسبة كام من 10 الإجابة دي أو التحليل بتاعك ده يعني ياخد. يعني مثلا أنا عايز أفتح البيزنس بتاعي علشان مش بحب أروح الشغل كل يوم أو أصحى بدري. طب بنسبة كام
من 10 الموضوع ده مضايقك. هتقعد بقى العقل يستوعب قد ايه الموضوع رخم، وقد ايه الحياة لو كمل فيها كده ان هو يصحى كل يوم وهي دي حياته، والعمر يتسرسب منه علشان يصحى كل يوم يروح الشغل بتاعه. فتبتدي الدوافع بتاعتك تقوى، انت بتقوي الروتس بتاعت الدوافع اللي تخليك انت تتحرك. كل ما هتشوفها بشكل اعمق، كل ما هتجيب الروتس بتاعتك دي وتحطها قدام عينيك والنتائج بتاعتها لو كملت بالشكل ده ممكن يحصل ايه. كل ده ما انت بتقوي الدوافع بتاعتك. فمهم جدا التمرين ده تعمله. تاني سؤال تسأله لنفسك، هو انت محتاج تبدأ دلوقتي ليه؟ ما ينفعش تبقى عايز تبدأ البيزنس وتقول ان شاء الله في يوم ما، في يوم، في شهر، في سنة. لا، ده مش هيحصل. الحاجة الوحيدة اللي هتحصل انك تبدأ دلوقتي. حتى لو كانت البداية ان انا من النهاردة هبتدي اذاكر بيزنس عشان لما اجي اعمل بيزنس ابقى ببني البيزنس ده عن علم مش ضربة حظ. وقتها ده كده اسمها بداية. اوكي، انت ليه محتاج تبدأ دلوقتي؟ برضو هتحاول تدور على 20 اجابة. مثلا انا محتاج ابدأ دلوقتي علشان ما اضطرش في يوم من الايام يعني يرفضوني. فده emergency، انت بتعلي الدافع اللي يخليك تتحرك دلوقتي، تبقى مستوعبه. الحاجة لو ما شفتهاش مش هتعملها. الغرض من التمرين ده انك انت تبقى على اكثر دراية واكثر عمقا انت واقف فين وعايز تروح فين وليه، وايه الادوات بتاعتك اللي هتخليك تتحرك تموف. وكل ما تدركها اكتر وتتعمق فيها اكتر كل ما ده هتخلي حركتك سريعة اكتر. اوكي، فانت ليه محتاج تبدأ دلوقتي؟ رقم واحد علشان ما تحطش في اي وقت ان انا اترفد من شغلي. رقم اتنين علشان ابدأ دلوقتي احسن ما ابدأ بعدين. يعني النهاردة الدولار بحاجة و70، بكرة هيغلى وهيغلى وممكن يوصل لحتة ما اقدرش اتحرك فيها خالص. فانا لما ابدأ دلوقتي احسن بكتير ما ابدأ بكرة. ابدأ دلوقتي علشان ممكن فكرتي الاقي حد غيري اخدها. ابدأ دلوقتي عشان بكرة وبعده ال AI داخل وهيكتسح مجالات كتيرة، فممكن ما يبقاليش فرصة اصلا ابدأ. طلع ارجوك بمنتهى العمق 20 اجابة ليه انت محتاج تبدأ ناو دلوقتي. اوكي، اخر سؤال، ايه امتى هتاخد اول خطوة؟ first step. ممكن الفيرست ستيب دي تكون حاجة بسيطة جدا. ممكن الفيرست ستيب دي ان انت تسأل على ميعاد كورس مثلا هتاخده على الماتيريال بتاع المنتجات بتاعتك، على شركة الشحن whatever. انت لازم تستخدم ورقة وقلم علشان تعرف الخطوات ايه، وتختار من بينها انت هتبدأ بأنهي خطوة وتديها تاريخ. اي حاجة مش هتديها تاريخ مش هتتنفذ. المال يعني انت لو انت مثلا اللابتوب بتاعك مش عارف انت كل يوم بتحطه فين، تأكد ان هيجي مرة مش هتقعد تدور عليه مش هتلاقيه. ما لم تعطيه مكانا سوف يفقد. نفس القصة في الوقت، ما لم تعطيه وقتا سوف يفقد. طيب ايه كمان من الاكشن بلان اللي هتخلينا نبدأ ونشتغل ونهزم عادة التسويف وناخد اكشن؟ الاكشن بلان التانية هو عناصر الانتاجية، وهم مع بعض كوكتيل لان هم التلاتة بيشتغلوا مع بعض، فهم خطوة لازم تتخذ مع بعض. بس قبل ما احكي لك ايه هم عناصر الانتاجية وازاي بيشتغلوا مع بعض، عايزة احكي لك انا لما كنت في المدرسة وكنت داخلة اولى ثانوي، الحقيقة ما كنتش شاطرة في النحو خالص. اوكي،
والمدرس بتاعنا كان صعب جدا، كان طول الوقت بيقعد يزعق ويعاقب وينقص درجات لو سأل حد سؤال في النحو بالأخص وما عرفش يجاوب. فقررت اني انا مش هقف الموقف ده تاني، ولا هتبقى حصة العربي بالنسبة لي هي الكابوس والبعبع. فقررت اني لازم اذاكر نحو واتفوق فيه. فكان عندنا كتاب اسمه النحو والصرف على ايامنا، معرفش بقى دلوقتي فيه ايه. وقررت اني كل يوم اخصص ربع ساعة للنحو. كل يوم من الساعة 4 ل4:15 انا بذاكر نحو، بذاكر قاعدة جديدة وبراجع قاعدة قديمة. كل يوم بذاكر قاعدة جديدة وبالأمثلة، وأحل عليها عشان أتأكد إن أنا استوعبت كويس، وأراجع قاعدة قديمة. مع الوقت بعد أول شهر أنا كنت شاطرة جدا في النحو. بعد تاني شهر كنت مستواي أعلى وأعلى. على الشهر الثالث كنت أشطر واحدة في الكلاس بتاعي في النحو، لدرجة ان المدرس لما كان بيسأل سؤال صعب والطالبات يعني ما بيعرفوش يجاوبوه، فمنتهى الثقة يقول لي خلاص جاوبي انت يا امال، لان هو بيبقى واثق تماما ان انا هجاوب صح. علشان تبدأ تشتغل او تبدأ تبني البيزنس بتاعك او تبدأ تشتغل على حلمك او هدفك، مهم جدا تبدأ تكون وصلات عصبية. يعني ايه؟ يعني العقل يبقى خلاص عارف ومبرمج انه في الوقت ده هو بيعمل الحاجة دي، ما بيعملش حاجة تانية. وعلشان كده تبدأ بربع ساعة فقط. الوقت يبدأ بوقت صغير جدا جدا، ربع ساعة، علشان يبقى no excuse، مالكش اي عذر. مش معقول في يومك كله مش هتلاقي ربع ساعة تقرا فيها، مش معقول في يومك كله مش هتلاقي ربع ساعة تشتغل على حلمك. قبل ما تفكر انك تطور من العادة، فكر ازاي تبني العادة. فانت لو ابتديتها بربع ساعة بس، اهم حاجة كل يوم خلاص هتترسخ عندك ان في الوقت ده من الساعة مثلا 9 ل9:15 انا بشتغل على البيزنس بتاعي. انا عارف ان في الوقت ده هعمل ماركتنج بلان، في الوقت ده هسأل او هبص على المنافسين بيعملوا ايه، في الوقت ده انا هراجع خطة التسعير بتاعتي، في الوقت ده whatever انت فاهم البيزنس بيمشي ازاي، وايه العناصر اللي بتبني البيزنس، ومخططه بحاجات صغيرة جدا. علشان رقم واحد ان انت لما هتتعود كل يوم في الوقت ده الربع ساعة على ربع ساعة على ربع ساعة، هتلاقي نفسك فعلا انجزت كمية كبيرة. تاني حاجة انت هتحس بالدوبامين انك انجزت، انك فعلا ما اجلتش، فيبتدي يترسخ في العقل الباطن ان انت شخص منتج، انت شخص ناجح، انت شخص منضبط. فلما تغير الهوية بتاعتك ونظرتك لنفسك، كل حاجة بعد كده بتبقى سهلة، وكل حاجة بعد كده بتتغير. تاني حاجة من عناصر الانتاجية هو الاتنشن. انت هي ربع ساعة، فمش معقول الربع ساعة دي هتجيب الموبايل جنبك، لا، الموبايل ده يبقى في الأوضة التانية مش موجود. التركيز بتاعك يبقى عالي، ان انت تكون قبلها مهيأ مكتب مخصص للشغل، مكتب مريح، إضاءة مريحة، كل عناصر اللي تخليك تبقى فوكس في الحاجة اللي انت بتعملها بس، لا تروح هنا ولا تروح هنا. هي ربع ساعة. ربع ساعة دي لو كملت أسبوع ولا شهر هتاخدك في حتة تانية خالص. وفي قانون ولا في قاعدة اسمها قاعدة الربع ساعة، قد ايه هي effective جدا، بالرغم ان هي الوقت بتاعها صغير. حتى انت لو عايز تعمل ريل، ربع ساعة كفيلة ان انت تخليك تعمل ريل. هو الريل اصلا بيبقى دقيقة، فانت مالكش اي حجة. و
لما تكون مخصص البيئة المشجعة اللي تساعدك ان انت تشتغل، فمجرد ما انت هتقعد على المكتب خلاص العقل تيقن ان ده وقت الشغل، وتبقى على اعلى تركيز. تالت حاجة في عناصر الانتاجية هي الانرجي. يعني ايه؟ في حياة في يوم كل انسان في حاجة اسمها الجولدن اور. ايه الجولدن اور دي وبتيجي امتى؟ وهل هي مع كل الناس في وقت واحد ولا لا؟ لا، كل واحد عنده جولدن اور. يعني ايه؟ يعني في ساعة انت بتبقى more productive في يومك. يعني مثلا اول ما بتصحى وتشرب القهوة بتبقى يقظ جدا وفايق ومصحصح، فدي الجولدن اور بتاعتك. فحلو قوي ان انت تكتشف امتى انت الوقت ده بتكون مصحصح فيه. في ناس لا، لما ارجع من شغلي واريح شوية وانام واصحى انا شخص ليلي، انتاجيتي بالليل احسن. مفيش مشكلة. انت شوف امتى انت بتبقى فول باور، امتى انت بتبقى نشيط اكتر، امتى بتبقى طاقتك عالية، سواء الطاقة دي بدنية او نفسية او ذهنية. لان انت ممكن تكون عايز تشتغل بس مختار الوقت اللي طاقتك فيه البدنية ضعيفة، انت كسلان، الانرجي متسحب لان انت عامل قبلها مجهود بدني كتير، فتيجي تدي البيزنس بتاعك فمفيش طاقة، مش قادر. فدي مش هتنفع. او تبقى واكل فموخم، الدم كله واصل للمعدة فمفيش دم واصل للدماغ علشان تخرج افكار ابداعيه. فتبعد عن المعطلات دي كلها، وتشوف امتى الجولدن اور بتاعتك وتحط فيها ربع ساعه كل يوم تثبتها. بعد اول شهر تبتدي تخليها نص ساعه، بعد كده تخليها اكتر واكتر لحد ما توصل لساعه او ساعتين. مهم ان انت تبقى بتلتزم، وتحت اي ظرف انت لازم الربع ساعة دي يوميا تشتغلها. هتلاقي الدنيا فرقت معاك 180 درجة، زي ما فرقت معايا انا في النحو. والمنهجية دي انا بقيت اطبقها على كل حاجة الاقيها صعبة، بتبقى عايزة كل يوم. كلمة السر في نجاح اي حاجة هي كلمة واحدة: التكرار. التكرار. عايز تنجح في اي حاجة، كرر الاكشن كل يوم، ان شاء الله دقيقة. كرر التكرار ثم التكرار ثم التكرار. لو بتعمل نفس التمرين كل يوم ربع ساعة، جسمك بعد شهر بعد شهرين هيبقى في حتة تانية. لو بتاكلي اكل هيلثي كل يوم بنفس الطريقة، الدنيا هتختلف. لو بتقرا كتاب كل يوم ربع ساعة، لو تشتغل على السوشيال ميديا كل يوم ربع ساعة، whatever اللي انت بتعمله، ده قانون اسمه قانون التراكم، والتأثير بتاعه بيبقى رهيب. ولكن لازم تلتزم بيه وملكش اي حجة. تالت حاجة، انت علشان تتحسن وتبقى more productive في حياتك لازم تشتغل على 3 محاور: الطاقة النفسية، الطاقة الروحية، الطاقة الجسدية. علشان كده بنقل لكم حاجة سماها أنتوني روبن هولي باور، وكمان روبن شارما سماها اور اوف باور، ساعة القوة. والحقيقة دي معظم رواد الأعمال في العالم بيطبقوها وجابت معاهم نتائج كويسة جدا. ده علشان تتحسن في حياتك in general. لكن الربع ساعة اللي احنا اتكلمنا فيها قبل كده دي فوكس قوي على البيزنس. فبتقولك ايه الأور اوف باور؟ بيقولك اني علشان تبدأ يومك صح لازم يكون لك روتين يومي، daily morning routine، وأول ساعة في يومك تشحن بيها الطاقة دي مسميها طاقة القوة أو ساعة القوة.
بنعمل فيها ايه؟ نقسمها كالآتي: تلت ساعة قراية. القراية بتنشط العقل، بتخليك تشوف العالم بشكل مختلف، بيخليك عندك وعي بنفسك اكتر. تاني حاجة exercise، ان انت تلعب رياضة وتحرك جسمك، فتدفق الدم في كل الخلايا يخلي ان انت بتشتغل اخف، بتتحرك اخف، ما انك تكسل او تسوف يبقى مش موجود، لان انت اوريدي سخنت جسمك، والدم كله متدفق في كل جزء في عضلاتك. اخر حاجة الصلاة، لان الصلاة دي مش اوبشن، الصلاة دي حياة. فلو انت عملت الثلاث حاجات دول، قراية وتمارين وصلاة كل يوم، طبعا احنا هو بيقول تلت ساعة تلت ساعة، على يعني مقسم الساعة. ابتدي يا سيدي ب5 دقايق 5 دقايق 5 دقايق لحد ما تثبت العادة دي، وبقى كل يوم انت هتمارس الاور اوف باور، وطبعا هتزود الدقايق دي لحد ما تبقى عادة عندك بتديك قوة في بداية يومك. مهم جدا يكون لك daily morning routine، عادات إيجابية تبني معاها عادات إيجابية تانية. يعني مثلا لو انت اوريدي بتقرا، فانت تقرا في البيزنس، في تطوير الذات، كل ده بيساعدك ان انت كمان تنتج في البيزنس بتاعك. لكن لو انت مش بتقرا، لسه افكارك قديمة، او مش بتشوف حتى، يعني ممكن تستبدل القراية دي بانك تشوف حاجة على اليوتيوب، تسمع بودكاست مهم، ولكن انت بتحاول ان انت تخلي جسمك وعقلك وقلبك يشتغلوا معاك، مش يشتغلوا ضدك. مش انت قاعد في صراع طول الوقت بين القلب عايز حاجة والعقل عايز حاجة، لا، انت اللي بتقود يومك. فمهم ان انت تبدأ يومك بالاور اوف باور، هتلاقي الدنيا اختلفت تماما. الحقيقة بناء العادات وتحقيق الأهداف والإنتاجية من أكتر الكتب اللي اتكتبت على مستوى العالم، وأكتر مواضيع اتعمل فيها كورسات. واللي أنا عايزة أقوله إنه صعب جدا نغطي كل النقاط في محاضرة واحدة، ولا حتى 20 محاضرة. ولكن أنا حاولت النهاردة أديك الزتونة علشان تبقى aware ايه اللي بيحصل لك وبيحصل لك ليه، وازاي تتغلب على كل المخاوف والتردد، وان دي حاجة طبيعية بتحصل لك، وتبقى واعي بتحصل لك ليه، وتبتدي تاخد الاكشن بلان. لو انت فعلا كملت في الاكشن بلان، هتلاقي الانتاجية بتاعتك يعني بقت في حتة تانية خالص، وبقيت تنمي عادة ان انت شخص منتج، شخص عندك إرادة. انت بتقوي عضلة الإرادة وعضلة الإصرار وعضلة النجاح. طيب، لو انت عايز تبدأ مع نفسك ويبقى لك انت البلان بتاعتك اللي انت هتحطها لنفسك، ده حلو. او لو انت عايز تبدأ معايا ونحط مع بعض البلان اللي تخليك تشوف المشروع بتاعك خطوة بخطوة، بنعملها مع بعض لحد ما يظهر للنور. بدعوك للاشتراك في كورس ازاي تبدأ مشروعك الخاص بفكرة إبداعية وتحوله لبراند. الكورس ده دسم جدا جدا، مفيش حد خده معايا غير لما شاف نتائج مذهلة. عندي ناس خدت الكورس وصفحاتها يعني طبق اللي انا قلته عليه وعملت براند قوي. صفحاتها دلوقتي بالرغم ان هي لسه ما عدتش ال500، لكن عندها مبيعات قوية وفي ويتنج ليست كمان. بيتكلم على ايه الكورس؟ اول حاجة بنتكلم على fight for freedom، ازاي تهزم الاعداء الداخلية بس باستفاضة. ازاي تستعد للرحلة؟ انت قبل ما تنزل الماراثون لازم تلين العضلات بتاعتك،
فازاي تتغلب على التسويف والبرفكشنست والكسل والخوف، هنتكلم عنه بشكل اعمق اكتر. تاني حاجة هنتعلم مع بعض الانوفيشن، الابداع. هقولك على حاجة محدش غيري هيقولها لك، انك عشان تنجح في البيزنس في الوقت الحالي فانت مقدمكش غير حل من اتنين: يا اما تدفع فلوس اكتر، فاللي هيدفع اكتر هو اللي هيفوز بالمزاد، او ان انت تبقى out of the box، يبقى عندك فكرة استثنائية ابداعية. لو تاخد بالك ان كل الناس اللي بتقف قدام الشارك تانكس، البرنامج المشهور بتاع الشارك، كلهم افكار اوت اوف ذا بوكس، مشاريع غير تقليدية بالمرة. طب هل لازم يخترعوا العجلة؟ لا، تغيير صغير ممكن ياخد البيزنس بتاعك في حتة تانية. هو الموضوع ببساطة ان الابداع ده ادوات، بره فاهمين الكلام ده وبيدرسوه في المدارس. انا هنا موجودة في الكورس ده، او في الكورس ده هتلاقي البرامج دي والادوات دي انا بعلمها لك علشان في الاخر تاخدها وتطلع بيها ببراند قوي، فكرة ابداعية. تاني حاجة او تالت حاجة احنا هنتعلمها في الكورس ده هو ازاي بقى تعمل براندنج. يعني ايه اصلا براند، وازاي، وايه ادوات البراند، وايه الفيجوال براند، والبراند الايدنتيتي، والبراند بروميس. كل ده هنعرفه بالتفصيل. ولحسن الحظ في وجود الاي اي والسوشيال ميديا، ال 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 انك انت كستارت اب بزنس ينفع جدا تظهر انك براند قوي، كأن ليك سنين في السوق لو انت عرفت وفهمت كويس قوي البراند. وده اللي انا بعمله معاك خطوة بخطوة في الكورس. اخر حاجة بناخد بقى خطوات عملية. يعني احنا فهمنا الاول ازاي نعمل مشروع ابداعي، ولقينا الفكرة وظبطناها، وفهمنا الالوان بتاعة البراند، وازاي نعمل لوجو، وازاي نختار الالوان. ناخد بقى اول خطوة في التسويق، وان احنا نعمل صفحة على السوشيال ميديا، في الانستجرام والفيسبوك، تظهر بقى الفيجوال براند بتاعنا. الكورس موجود على منصة يوديمي. لو انت هتحجزه ومعاه هتحجز معايا الجروب كوتشنج، وده هيبقى مرتين في الشهر. هتاخد الكورس، هو موجود على يوديمي ب1600، لكن لو هتاخدوا الكورس مع البروجرام بتاع المتابعة او الجروب كوتشنج هيبقى بدل 1600 1200. تاني، بدل ما هيبقى 1600 هيبقى 1200، ده لو هتحجز معايا النهاردة والأول 5 فقط. اوكي. طيب لو انت هتاخد الكورس بس، وانت عايز تشتري الكورس بس وتحتفظ بيه مدى الحياة، الكورس بدل ما هيبقى ب1600 هيبقى ب850. تاني، هكتب لكم التفاصيل بعد ما اخلص على جروب الواتساب. للحجز هتبعت على الواتساب الموجود على الشاشة، وفريق العمل هيرتب معاك. اوكي. طيب ده العرض الاول. العرض التاني ان انت ممكن يكون فعلا ما عندكش وقت، وفعلا يعني انتي بتشتغلي، بترجعي من شغلك منهكة، او انت رجل اعمال موظف بس وظيفتك كبيرة ما تقدرش يعني تقلل ساعات العمل عشان تفضل للبزنس بتاعك. فانا بقدم لك الحل. احنا بنمسك لك صفحات السوشيال ميديا، وبنعمل لك البوستس والماركتنج بلان والماركتنج استراتيجي، وهنعرف ايه الفرق بينهم. وكمان بنعمل لك البوستس ونكتب لك المحتوى، ونعمل لك الجدول بتاع السوشيال ميديا على الانستجرام والفيسبوك. وكمان بنعمل محتوى بيعي محتوى تسويقي ومحتوى بيعي، علشان في الاخر الهدف ان احنا نحقق او نساعدك انك تحقق. لو انت بتبيع منتجات نساعدك انك تحقق من 20,000 ل50,000 لو منتجات. ولو انت خدمات يعني كوتشنج او
او دكتور بتقدم علم، فبنساعدك ان انت تتخطى ال40,000. وكل ده طبعا ليها استراتيجي وليها معادلات وليها ارقام. البيزنس از ماثماتكس، ومش ماثماتكس بس في اني انا بحسب بقى انا هاخد كام وتكلفتي كام وتكلفة المنتج كام. لا، انا محتاجة اوصل لكام علشان كام في المية منهم هيبقى ليد، وكام في المية منهم هيشتري، وهكرر العملية ازاي، وازاي يبقى عندي ابسل وكروس سيل، وكل الكلام ده هنفهمه مع بعض. الفرق ايه؟ الفرق ان انت مش بس ان انا شركة سوشيال ميديا ماركتينج، ولكن انت في اثناء ما انت بنعمل لك احنا الشغل، كمان بتتعلموا معانا علشان لو حبيت انت تعمله فيما بعد مع نفسك، فيبقى انت عرفت السر الخلطة فين. طبعا دي اللي هيشترك معايا او وحابب الشركة تمسك له الصفحة، الشركة بتاعتنا اسمها ليبس اند باونز، بيتواصل معانا برضو على نفس رقم الواتساب، ونشوف نعمل كول مع بعض، اشوف انت ايه المناسب ليك، لان في اكتر من باكج، واقول لك ايه الفرق بينهم، وايه اكتر حاجة مناسبة ليك لو انت ستارت اب بزنس، وايه اكتر حاجة مناسبة ليك لو انت بتبيع منتج او بتبيع خدمة، لان في فرق كبير في الاستراتيجيات وفي التكنيك. اتمنى تكون المحاضرة ممتعة، ولو حد عنده اي سؤال يتفضل.